متشكرين على فوت الاستقبال. قبلنا المطربة الجميلة نهلة خليل، أهلا بيكي. أهلا بيك يا حبيبي. منورة المهرجان. ربنا يخليك بوجودكم. رأيك إيه في المهرجان؟ والله جميل جدا وفي حالة من الحميمية، وكفاية إن تكون الدورة طبعا عشان أستاذنا العظيم الأستاذ عثمان، ودي حاجة كبيرة جدا. على روح الفنان الكبير عثمان. طبعا وفي حضور طبعا بنته الفنانة القديرة سالو عثمان طبعا، وده لازم واحد، أنا هنوه عن الشخصية دي علشان دي لازم تطرق يعني. الأستاذ عثمان الله يرحمه هو كان بيشتغل في الإذاعة كتير جدا، وطلب منه إن هو يسجل القرآن الكريم. هو فعلا سجله كاملا ورفض، وانتشر في الوطن العربي كله، ورفض إنه ياخد أي مبلغ على هذا العمل اللي هو حس إن هو بيعمله. فمهم هم طلعوا له فنان قدير بمعنى الكلمة، عملوا له ميزانية كبيرة، وهو رفض إنه ياخد الفلوس دي لأنه فعلا عمل عظيم جدا، فده كان لازم يذكر. فانا هنا بنوه على حاجه لحد مش موجود، الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه يا رب. تحبي تقولي ايه للاستاذ عادل عمار؟ اقول له متشكرين على حفاوه الاستقبال، متشكرين على النظام، متشكرين على ان يبقى جنب ما احنا بنعمل مهرجانات للشباب، احنا كمان بنعمل مهرجانات للناس الكبار اللي هم احنا بنبقى كمالة ليهم، او بنمشي على خطهم او بنكمل. بنشوفه في كل مهرجان بيدعم الشباب في مختلف المجالات. جميل، ويبقى الشباب برضو بيشوف الناس اللي قبل منه، ويبقى دوت زي نقول ايه، زي سنة الحياة يعني. فيبقى بنشوف الجيل القديم واحنا من خلاله نمتد للجديد. نعرف ايه الجديد بقى؟ ايه الجديد مثلا؟ لسه مخلصه حالا مسرحيه قمر غجر، مسرحيه استعراضيه غنائيه في مسرح البالون، واخراج الدكتور عمرو دواره. معانا البطله الجميله ميرنا وليد، معانا حسن العربي، معانا نجوم كتار جدا، معانا الاستاذه امال رمزي، معانا الاستاذ سيف عبد الرحمن. حاجه جميله جدا، انا بدعوكم يعني ان شاء الله تكونوا شرف لينا. ربنا يخليك. ممكن تغني لنا حاجه من المسرحيه؟ ده انا أنا عايز أغني لك الأغنية اللي أنا بغنيها. قلبي في كل مرة، كل الأحبة اتهنوا بكرة، اطرش عادي يا ليل يا نادي، قولوا الحبيب قولوا الحبيبي، قولوا الحبيبي هقابله بكره، ولما قابله واقول له بكره هقابله بكره، هقابله بكره. يا بخته يا بخته، الله عليك الله عليك والله. ربنا يخليك.